انسي بقى الساندوتشات واعمليها لولادك، مفيش اسهل ولا ابسط ولا اجمل من كده، هيحبوها جدا. تقدري تعملي منها كمية وتشيليها في الفريزر وتطلعي لهم كل يوم الصبح على قد استخدامهم للمدارس. شايفين عاملة ازاي؟ بجد خطيرة، طعمها حلو قوي وهتعجب الولاد جدا. اعملوا لايك وشير ويلا بينا على الطريقة والمقادير. بسم الله. أول حاجة كده معايا كوباية من الحليب الدافي، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ومعايا نص كيلو من الدقيق. هاخد منه 3 معالق كده كبار وأقلبهم كويس جدا وأسيبهم حوالي 5 دقايق أنشط بس الخميرة بتاعتي، وبعد كده أنزل بقى بباقي الدقيق، وبعد كده أضيف رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخل، وأنا كده عملت محسن طبيعي للعجينة بتاعتنا. ربع كوباية من الزيت، وينفع زبدة أو سمنة، وكمان ينفع كوباية الحليب تبقى كوباية مية عادي جدا. هنعجن الكلام ده كله كويس جدا، ومش شرط أبدا عجان، تقدري تعجنيها على إيدك لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة لكن مش بتلزق في إيدينا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. أغطيها بقى وأسيبها تخمر حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، لحد ما يتضاعف حجمها. بعد كده بقى أنزّلها على الرخامة عندي وأفرّغ منها الهوا وابتدي أقطّعها. أقطّعها قد إيه؟ على حسب بقى الحجم اللي أنتِ عاوزاه. أنا قطّعتها حوالي كده إيه، عملوا معايا حوالي 15 كورة. تمام. قطّعيها بقى زي ما أنتِ حابة، حاباها أكبر من كده، حاباها أصغر من كده تبقى mini كمان براحتك خالص. هاعمل بقى إيه، القطع اللي أنا قطّعتها دي كِوَر بالشكل ده وأدوّرها وأحطها كده على المفرش عندي، وابتدي بقى أشتغل فيها إزاي من غير نشّابة ولا أي حاجة. هاخد كل كورة أفردها بالطول بالشكل ده. الفطاير دي هتعجب الولاد جدًا لإن فيها من البيتزا كده، فطبعًا الولاد بتحب الحاجات دي أوي. جبت صينية عليها ورقة زبدة أو ادهني الصينية بالزيت وابدئي حطي عندِك الفطاير اللي إحنا فردناها بالشكل ده. بافردها بشكل طولي كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده أحطها في الصينية. باخلّص بقى الكمية كلها بالشكل ده، ولسه كمان عندي صينية تانية باسيبهم يخمروا حوالي كده إيه 10 دقايق، وبعد كده جبت كاتشب أو صلصة بيتزا براحتك خالص ودهنت الوش بالشكل ده. لو أنتِ متوفّر عندِك كاتشب تمام، مش متوفّر يبقى هتعملي صلصة بيتزا. حُطّي بقى عليها أي حاجة أنتِ عاوزاها. أنا حطّيت فلفل رومي أو فلفل إسكندراني أو فلفل حامي لو ولادِك بيحبّوا الحامي، شرايح طماطم، حابّة تحطّي زيتون، حابّة تحطّي موتزاريلا، تحطّي جبنة تركي، اللي متوفّر عندِك حطّيه. حابّة كمان تحطّي جبنة بيضا ممكن تحطّي معلقة جبنة فيتا بدل الصلصة دي اللي إحنا دهنا بيها، برضه هتبقى حلوة جدًا. خلّصتها بقى بالشكل ده، هادخّلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، باشغّل من تحت بس وهي بتاخد لون لوحدها. لو ما خدتش لون لوحدها شغّلي بس عليها الشواية آخر دقيقة وبتخرج بالشكل الحلو ده. بُصّوا قد إيه جميلة وهشة وطرية والكمية ما شاء الله، وهتعجب الولاد جدًا، ريحتها قالبة الدنيا وطعمها حلو أوي. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لي لايك وشير وبألف هنا وشفا وبس كده.